صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. ان شاء الله تكونوا بخير الناس كليك. اليوم ان شاء الله جيتكم بدباره هي مؤخر شويه نعطيكم حسيلو فكره شنو تنجموا طيبوا فطور ولا شنو تنجموا طيبوا عشاء. بالنسبه لي انا كما استنستوا بي نطيب ديما عشاء ويهزوا من الصغار من غدوه فطور. باش نعمل مع بعضنا شوربه بالصوص، شوربه مفوره بالصوص. هذه طريقتي وراني ماهيش ديما معتمده، يعني الصوص بالنسبه لي يعني كل مره نعمل طريقه. لاني صبيت كميه متاع زيت نباتي، قليت 3 قرون فلفل، وديما هذه نعملها نفرم كعبتين طماطم، رش ثوم ورويس بصل، برسك شطر رش ثوم رحيت باش نبات عليك نكمل البقيه الاخرى. ان نقليهم بالباهي الكليكه هيك بالباهي في الزيت. ولهني باش نحط كميه متاع الدجاج متاعي. عندي لهني شنو شريت شويه جديده وعندي شويه ممكن جلاء. راني لهني عملت كميه كبيره، عملت كميه باهيه باش نخليها الصوص نحطها في الفريجيدير. وقت اللي نستحق نجبد نصمت مع مقارونه، وبصراحه منقذ الصوص في وسط الجمعه باهي. واحد يطيب هيك طنجره ويحطها في الفريجيدير. حطيت لهني زوز ورق جرانت، حطيت مغرفه كبيره كركم، باش نحط مغرفه صغيره ملح مش برشا، وباش نحط مغرفه صغيره فلفل اكحل. حسيلو نغش فيهم هالايامات بالفلفل الاكحل ما يفوقش بيه خاطر مانيش مستانسه راني نطيب بيه يقلقهم حسيل. يعني نقلي كل شيء بالباهي. وكما قلت لكم راني باش نحط كميه كبيره نتاع طماطم، معناها انتم حاولوا نقصوا. لهني يتقلى كل شيء كما قاعدين تشوفوا. راني الشربة المفورة نحط صوص ملاطة وشربة من فوق، ما نبقاش نطيب كل حاجة واحدة. حطيت بريسك 3 مغارف كبار طماطم معجون، 3 مغارف كبار طماطم معجون. ونقلو هيك طماطم بالباهي باش تنحلنا كانها فيها القروسية، تتنحل القروسية سينو هيك دوب ما تتقلى شوي. بنة المقارونة صلصة ولا الشوربة المفورة بصراحة بالنسبة لي يعني بالدجاج ما نعرفش، حسيلو كل واحد وذوقه. زدت شوية زيت زيتون، نسيت ما حطيتش من الاول، زدت شوي وطبيعي كان نمرقو بشوية ونحركوا كل شيء ونخلو هيك الطماطم تاخذ غلوة باهية ويدخل فيها الفاح الكليكة. حسيلو ان شاء الله تعجبكم اليوم الوصفه. ان شاء الله كل العدد تدعموني بجيم وكومنتار، هيك حبيت نطلع عليكم في وسط الجمعه نسمعكم صويتي. لهني حطيت مغرفه كبيره فلفل مهروش اختياري، اما راهو يبنن. اني ملي عرفته وليت ديما الحق في الصوص نفوح بيه. وحطيت كميه باهيه متاع حمص منفخ. لهني راهو كل واحد وهروسه، ما تتفجعوش يعني حاطه الكميه هذيك راه روسي ماهوش حار، موزوز شويه وكهو. حطيت مغرفتين كبار. وديما نقول لكم كل واحد باش يطيب بهروس كيف نحن في جابس ولا فلفل زينه، ولا كل واحد وشنو المتوفر عنده. يتقلى كل شيء بالباهي. وشكون يعملها الفازه هذه ديما انا كنطيب بالصوص قبل ما نحط الماء نحملها هكا شويه بنة اخرى. بصراحه صدقوني لهني اني نقصت الماكله، حسيت ما نعرفش معاش كان معاش عندي يقول الماكله. منها فطور منها عشاء. صدقوني هذاك الرد فيه ممكن مع 4 نطيب فيها، معناه ما فطرتش. حسيلو 6:30 روحوا الصغار. حطيته منها كما قلت لكم فطور منها عشاء. هذيك شديت بها قلبي نقولوا احنا باي لهني. اني الحق مستانسه نستعمل سنابل، ما لقيتش مفقوده الشوربه، ما عرفتش علاش. نص بيقه ما هيش خايبه زاد في الشوربه، ما هيش خايبه في حاجه اخرى حق ما نستعملهاش. حطيت لهنا كيلو، حطيت مغرفه كركم وشويه زيت نباتي كهو. ونحركوا كي شوربه متاعنا بالباهي باش يدخل فيها كالزيت. لهني راني ضربه صبعي ضربه ما نحكي لكمش. حسيلو نهار لحد عبيتها كالفور بالبرودوي هكا لورانجي، وحكيت بغير ما نلبس قم. واني عندي بروبليم في ايديا، اكيد راكم لاحظتوا ان ايدي ديما حمر وديما عندي فيهم حسيلو بروبليم. لازمني نستعمل برودوي سبيسيال ويلزمني حسيلو، واني عمري ما نستعمل ولا نلبس قم ولا حسيلو هكا البرودوي سلخلي صبعي.
اللحمة الكل اصلا خالي. تي الحمد لله كهو. لهني فارت الطنجرة متاعنا، حطيت الشوربة ونخليها حسيلو الطيب في عقلها. وتنقول لكم انا كيفاش نفورها الشوربة. يعني نغطاها ونخليها تفور على راحة. ولهني سيبون فارت بريسك حكاية 4 دراج 5 دراج هكاكا. نهبطها نحط بحذايا شوية مي سخون ونبوخها بشوية مي سخون. حسيلو هني حطيت كمية باهية تاع طرش ثوم ومغرفتين كبار حوار اللي هما التابل والكروي. مريت علاش ما نحبش نشعل الضوء نتاع السيبور، خاطر الباخ كليكا يبان بالباهي عرفتو، من التصويره ما تبان لكمش برقدي. حسيلو ان شاء الله تكون واضحه. حطيت لهنا كميه البطاطا كما قلت لكم راني عملت برشا كميه كبيره لاني هكا باش نبين لكم. حسيلو التصويره هذاك مسخون دفاته ونبوخ بيه كل الشربه نتاعي. نحركها بالباهي نخليها هكا تشرب شويه ماء ومن بعد هليك نرجعها للطنجره نتاعي. انا الحق صغاري يحبوا برشا المقارونه، اما ملي مرض ولدي المرضى الاخرانيه اللي حكيت لكم عليها ما عادش حابه بصراحه نطيبها. لاحظت اني ولدي كل ما ياكل مقارونه يتقلق، وليت الحق ما عادش نحب نطيبها في الليل، ما عادش باش نطيبها تولي شوربه اخف منها برشا. بورتون والله نطيبك مقارونه نمر 1، ما نعنيش كنطيبك بلومه ولا لا ما عرفتش. حسيلو تقلق. لهني اني شنو نعمل، هي لهني طابت اني ديما قبل ما نطفي عليها نخليها تاخذ تفويره باهيه بالصوص هيك، ان نصب عليها شويه صوص ونخليها تاخذ هيك تفويره باهيه اخرى. ومن بعد عليك نكمل ان نشخشخها بالصوص برقدي. هني مازال تيجي الصوص جاري شويه، نخلصها هيك بالباهي كما تشوفوا. ومن بعد عليك نرجعها نخليها نزيدها كدرجين ربع ساعه تفور في وسط الصوص. نتصور فما برشا كيف يعملوها كيما نواصل بالضبط، كيف نواصل تتسقي الصوص نتاعها. اماني هذه جست نعملها في الاخر وقت اللي قريب نطفي عليها. ولهني باش نرجعها كما قلت لكم نزيدها تفويره اخرى. ولهني سيبون طابت الشوربه نتاعي باش نهبطها ونسقيها معاكم كما قاعدين تشوفوا. يعني طيبت كميه كبيره بحكم كما قلت لكم يهزوا منها الصغار فطوراتهم وبرسك ونتعشوا منها. وانا اللي يفضل ان نخليه فطور اللي حصيله اللي يدخل الاول يفطر منها. ما نتقلق ما نحاوموش برشا الحق على فطور نص نهار، ما نكذبش. الفايده الصغار يكونوا فاطرين اني ما يقلقنيش. ساعات نفطر في الخدمه راجلي زاد حق ما شاء الله ما يتعبنيش في الماكله، في وسط النهار ما يقلقاش. استنسنا هيك منها فطور منها عشاء. علاش ساعات تلقوني في الليل نطيب حاجه رزينه راهو من نفطروا نتعشوا بكري معناها ماكس 6:30 نحطوا نتعشوا وكهو، منها فطور ومنها عشاء. وهنا في الليل ساعات نعمل لهم حاجه خفيفه هيك في الليل، كريمه سحلب نسهروا بين عدو سهري. اني استنست قبل ملي امي هيك معنا احنا صغار امي كي تخدم استنسنا مشيت بالريتم تاع امي عرفتوا. كيف تروح امي نروح ونذكر قبل ناخذوا الكار نروح 6:30 نوصل للدار نلقوا امي حطت لنا القصعه. يحسر على كلمات والله. حسيلو اني هذاك العشاء حطيت طريف دجاج وحطيت طريفين بطاطا ونسقي بشويه صوص كهو. هذه شربة متاعنا حضرت ان شاء الله. حسيلو عجبكم الفيديو خفيف ظريف معايا في الكوجينه وكهو. لهنا زينت بقرين الفلفل حسيلو. نودكم ونشاهيكم واستنوني في فيديو قادم ووصفه قادمه. باي باي وبسلامه.